النهارده جربت اعمل معاكم تاكوس لحم مكسيكي على اصوله والطعم خطير. تعالوا نشوف عملناه ازاي وايه اللي استخدمناه في وصفه النهارده. اول حاجه كده هستخدمها معايا وهي الخضار. معايا بصلايه متوسطه ومعايا فلفل رومي الوان اخضر واحمر واصفر، وهبدا ان انا اقطعه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد ما قطعت الخضار جبت الطاسه حطيتها على النار، واول ما سخنت نزلت عليها بمعلقه زبده، واول ما ساحت بدات ان انا انزل بكميه اللحمه اللي معايا. ده نص كيلو لحمه مقطعاه شرايح صغنططه خالص كده زي ما انتم شايفين علشان تستوي معايا على طول. ما حطيتش فيها اي ميه، انا موطيه النار عليها علشان تستوي بالميه اللي هتنزل منها فيها. اول ما خدت اللون ده نزلت عليها فلفل اسود وسبع بهارات وبهارات مكسيكي. انا بعملها هنا في البيت، هبقى اعملها لكم فيديو اقول لكم ان انا بعملها ازاي. وبعد كده حطيت شويه مشروم وبدات ان انا اشوح المشروم كده باللحمه، وبعدين نزلت بالخضار اللي انا قطعته، وهبدأ ان انا اشوح فيهم برضو شوية كده صغنطاطين. وحطيت توم باودر وبصل باودر وبابريكا مدخنة وهريسة شطة. لو بتحبوا الحاجة حارة عادي، لو مش بتحبوها حارة ما تحطوش الهريسة. حطيت هنا كده بتاع معلقة كده كبيرة، وبدأت ان انا اشوح بقى فيها كده كويس جدا. انا كل ده موطية النار علشان تستوي كويس. واول ما اتاكدت ان خلاص اللحمه استوت معايا ببدا ان انا احط الملح واديها كده تقليبه بسيطه، وبعد كده بشيلها من على النار. هنا بقى كنت بعمل الخلطه اللي انا هحطها في التاكو. هنا جبت شويه خس كده وبدات ان انا اقطعهم كده قطع صغنططه، وكمان خيار مخلل بدات ان انا برضو اقطعه نفس التقطيعه الصغيره كده على قد ما اقدر. حطيت بقى هنا على الخيار المخلل والخس مايونيز، وحطيت كاتشب، وحطيت مستردة، وحطيت كمان شوية من صوص الرانش. عايزة اقول لكم ان الخلطة دي بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، وهتفرق في الطعم. وبدأت ان انا اقلب فيهم بقى كده. وهنا نكون وصلنا لمرحلة تحضير التاكوس. جبت الطاسة كده وولعت النار عليها علشان تبدأ تسخن. حطيت بقى العيش التورتيلا وحطيت كمية حلوة من الصوص، وبعد كده حطيت بقى اللحمة، وحطيت فوق اللحمة كمية حلوة من الجبنة الموتزاريلا. وكمان حمرت شوية فرايز في القلاية، وحطيت شوية فرايز وحطيت فيهم شوية خس كمان. احنا حاطين خس في الصوص بس انا حطيت شوية حلوين كده فوق الفرايز. واول ما احس بقى كده ان العيش التورتيلا كده بدأ ياخد لون، بدأت ان انا كده اقفله كده نصين واضغط عليه واقلبه كده على كل جنب شوية. عايزة اقول لكم ان هو خطير مش محتاج كلام. اكيد انتوا بتشوفوا المقطع ده دلوقتي جارته، اكيد شكله تحفة تحفة. سامعين صوت القرمشة؟ فظيع فظيع فظيع. حبيت ان انا اقطعه لكم بقى هنا علشان تشوفوا كده شكله من جوه. انتوا طبعا متخيلين طعمه، جربوه ومش هتندموا بصراحة. واللي بيعمله بنفس طريقتي دي يكتب لي في الكومنتات تحت ويقول لي برضو رأيه ايه، واللي ما جربوش يجربه بنفس الطريقة ويكتب لي برضو في الكومنتات. جربوه مش هتندموا. باي باي.